كل رؤساء الاركان اللي اطاح بيهم واللي غير لهم القوانين واللي قال لك ما يستمرش اكتر من سنتين و4 سنين او 4 سنين عشان يضمن الولاء، وشال كام واحد لغايه دلوقتي؟ ميزانيه الدوله اكلها الريس في الصناديق. ميزانيه الدوله اكلها الريس في الصناديق. صناديق سياديه يعني ايه؟ سلامة ام حسن. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. بيثبت لنا أن حكومة فاشلة بتصرف فلوس على مشروعات فاشلة. الموضوع الأخير اللي سمعناه بانهيار محطة كهرباء غرب أسيوط وأحواض التبريد المسؤولة عن تبريد هذه المحطات غرقت وانهارت، والمحطات دي في سنة 2021 مكلفة 7.7 مليار يورو. فعلا صدق رئيس هذه البلاد حينما قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مش فكرة إنك أنت بتعمل شيء حلال. طب قصاد الشيء الحلال أنت بتغطي بيه على كام حرام؟ عشان كده حتى لما بتيجي بتعمل الحلال ما بتعملش الحلال بضمير. إنشاء محطات كهرباء ده طبعا حلال. إنشاء مزارع سمكية حلال. استصلاح أراضي حلال، بس قصاد الحلال ده أنت سرقت كام حرام؟ عشان كده حتى الحلال اللي بتحاول تعمله بيجي الحرام ياكله. قال لك زي المسلسل اللي قال لك اللي ياكل الحرام الحرام ياكله، اللي ياكل الحرام ياكله. وان الله لا يعمل، وان الله لا يصلح عمل المفسدين. صدق الله العظيم. لما نيجي نشوف ونتأمل في دولة الرئيس، الدولة الحالية دولة السيسي، الدولة دي فيها ايه؟ فيها ايه ماسك نفسه وصانع قراره ويملك قراره؟ بمعنى ايام الملك فاروق كانت في وزارة ماهر باشا، وكان في وزارة نحاس باشا، وحتى قبل منه كان في وزارة سعد زغلول باشا، وكان في عدة احزاب. الاحزاب كانت حرة لدرجة انها بتغير الحكومة، والحكومة كان ممكن تعترض على قرارات وترفض قرارات، وما كان الملك إلا بينفذ ما يوافق عليه الشعب اللي كان فعلا برلمان حر منتخب. ولما كانت تيجي وزارة كانت تيجي وزارة من الحزب الحر المنتخب، ومع ذلك كانت بتدي اللي عايزه الشعب، وكان الملك بيرضخ لإرادة الشعب. لو البرلمان اعترض على حكومته بتتغير، مع انه هو اللي جابها قبل كده. لا، تعال بقى نشوف دلوقتي دولة السيسي. برلمان علي علوكة قبل كده ودلوقتي. علي علوكة طبعا عارفينه كان بيعمل ايه وجه ازاي، والحالي اللي هو زور قبل كده قضية تيران وصنافير وحكم بانها سعودية هو اللي يجي يبقى رئيس البرلمان. برلمان اغلبيته بالتعيين، برلمان جاي اغلبيته بالتزوير، ومين اللي بيشرف على التزوير؟ امن الدولة. ادي البرلمان. وزارة هات لي وزير بيعمل بمزاجه. وزارة مدبولي ده بيعرف يتكلم؟ هو مش كده يا مدبولي ادي مدبولي اللي بيقوله هو الريس.
هو اللي بيعمله. مفيش اي وزير بيقدر يعمل حاجه غير اللي عايزها الرئيس. يبقى الرئيس هنا هو البرلمان وهو الوزاره. الداخليه جايبين لك سفاح ماسك الداخليه، سفاح رسمي اللي ماسك الداخليه. كل الجرائم اللي بترتكب في مصر، في بره مصر وغيرها، اللي موجود حاليا كداخليه لا سفاح، سفاح ومجرم ومغطي على قضايا فساد للصبح. قضاء بالتعيين، عامل نفسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وحتى القضاة اللي مفروض يشرفوا على الانتخابات بيختارهم الرئيس. عشان ايه؟ محكمة دستورية. ده جاب لكم محكمة دستورية. ده رئيس المحكمة الدستورية نبيل صليب. يا حبيبي، هو انت عمرك شفت مسيحي اساسا عرف يقف قصاد الجماعة دول؟ ثانيا، مين نائب رئيس المحكمة الدستورية؟ واحد منصبه عسكري. عشان كده لما يتشال او يعترض نبيل صليب المسيحي رئيس المحكمة الدستورية، هيركبها العسكري ابو 50% ويمشي كلام الرئيس. دي المحكمة الدستورية. الجيش حدث ولا حرج. احمد قنصوة فين لما حب ياخد رأيه؟ سامي عنان فين؟ كل رؤساء الاركان اللي اطاح بيهم واللي غير لهم القوانين واللي قال لك ما يستمرش اكتر من سنتين 4 سنين او 4 سنين عشان يضمن الولاء، وشال كام واحد لغايه دلوقتي؟ ميزانيه الدوله اكلها الرئيس في الصناديق. ميزانيه الدوله اكلها الرئيس في الصناديق. صناديق سياديه. يعني ايه؟ سلامتها ام حسن، يعني ما تسالش عليها خلاص، راحت مع الوبا. هنادي راحت فين يا بوي؟ راحت مع الوبا. صناديق ما حد السياديه بقى تبع سيسو، محدش يقدر يبص فيها. راحت ميزانيه الدوله. انتخابات مستقبليه اهو. الجيش حضن حتى على الجيش، هو روقهم بالفلوس لكن كتم على نفسهم. قال لك ما فيش حد يطلع يرشح نفسه من الانتخابات، لا عضو حالي ولا عضو سابق. حتى العضو السابق اللي طلع مثلا على المعاش من الجيش وبقى مدني لازم ياخد موافقة المجلس العسكري اللي هو مين رئيسه؟ اللي هو السيسي. عشان انت لو انت في الجيش او لو انت حتى بره الجيش ما تعرفش تطلع من تحت باطه. يا هيعمل فيك زي احمد قنصوة يا هيعمل فيك سامي عنان. فين الدولة؟ اللي قال لك انا عايز اغنيك الاول، عايز اغني المواطن الاول، وانا ارفع يعني اجيب ديون ازاي؟ يعني مين هيدفع الديون دي؟ المواطن في المستقبل، ولادنا. انا اعمل كده. رفع من 2014 كانت ديوننا 46 مليار، حاليا 164 مليار. كانت صباح بتغني كلام ما باخدش منك غير كلام ما باخدش منك غير ده. كذب ما باخدش منك غير كذب ما باخدش منك غير كذب. يجي السؤال، طب القيادة السياسية بدون داعي لذكر اسم، القيادة السياسية بدون داعي لذكر اسم، هل هي غبية؟ كذا سؤال. هل هي غبية ولا هي ذكية؟ طيب لو هي غبية ولو هي ذكية، القيادة السياسية لو هي غبية لازم تتحاكم بتهمة الغباء السياسي. غباء سياسي وغباء اقتصادي وغباء خارجي كله، أو غباء إنساني. ده لو هي غبية. لو هي ذكية يبقى هي القيادة السياسية متعمدة تعمل ده عشان تغرقنا في صناديق للديون، عشان مصر تتباع وتبقى تحت أقدام الآخرين طول العمر. يبقى في كلتا الحالتين القيادة السياسية لازم تتحاسب، سواء هي غبية أو هي ذكية. في كلتا الحالتين مدانة. هنا غباء سياسي، ولو ذكية هي متعمدة إغراق هذا البلد في مستنقع الفقر والجوع والجفاف. طلع لي ناس كتير قال لك يا عم ده يهودي. نقعد نفكر، هل هو يهودي؟
ولا هو عميل؟ طيب لو يهودي، لا مش يهودي، لان احنا عندنا انماط من اليهود انقذت مصر. ما يوسف الصديق كان يهودي ورفع مصر من الجفاف ومن الفقر للغنى. ده انقذ مصر وانقذ العالم في ال7 سنين عجاف. انقذ مصر وانقذ العالم في ال7 سنين عجاف. طيب لو انت لا، ده بيقول لك ده خالته مش خالته ملكة تاني، ده يهودي. لا يا عم، انا وطلع مش عارف إيلين كوهين ولا ايه، قال ده صهيوني اكتر مني. لا، هو انت مش تقدر تقول صهيوني، تقول عميل صهيوني مثلا او عميل لدولة خارجية، ممكن، والله اعلم. احنا بنقول الاحتماليات ايه. لكن هتقول لي يهودي، لا، اليهود كيهود اشرف من كده بكتير. وعندنا مثال موسى النبي ويوسف الصديق، يعني من الصديقين والانبياء العظام. عميل، لا، ممكن شغل العمر يبقى كده، اغرق البلد واخلي البلد مديونه، واخلي البلد ممكن تستعبر اقتصاديا في المستقبل، وتبقى سوق للتجاره الخارجيه، وتباع اراضيها، وتباع موانيها، وتباع مصانعها، وتباع مواردها، وتباع كرامة المصري في هذا البلد. السؤال اللي بيطرح مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة: هل نؤيد الرئيس الحالي لفترة رئاسة تالتة؟ لا تالتة ولا تانية. ده أنا أتمنى امبارح إنه ما يكونش موجود. امبارح، مش بكرة، مش دلوقتي. أتمنى إنه امبارح ما يكونش موجود. يبقى تقول لي إزاي فترة تالتة؟ ومين يطيق ان ده يستمر فتره ثالثه؟ اي حد هيطلع لك على الفيس يقول لك نؤيد ومش نؤيد معرض وخايف. معرض وخايف. اي حد في الخارج هيطبل معرض بقرنين وخايف، مش خايف، بيستفاد ماديا وبايع كرامته وبايع شرفه. انا سواء يعني ممكن التمس العذر اللي جوه وخايف، ممكن التمس العذر اللي جوه وخايف، لكن بره وبيعرض، بره موجود وبيعرض، لا تجوز عليه الرحمة، لا تجوز عليه الرحمة. في الجابون أو الجابون في رئيس اسمه علي بانجو. بانجو مش بانجو علي بانجو. هي كلمة جاية من كلمة بانجو، لأن أغلبيتهم بياخدوا بانجو، والله أغلبيتهم، يعني أغلبيتهم بيضربوا بانجو. علي بانجو ده كان أبوه عمر بانجو، ومسكين الحكم من 57، يعني فوق ال 50 60 سنة يعني. علي بانجو أخد فترتين رئاسة، وعمل زي واحد صاحبنا غير مواد في الدستور عشان يدخل الانتخابات ويفوز بالفترة الثالثة. وزي واحد صاحبنا برضو خلى الصبيان بتاعه والقضاة المزيفين والرجالة المزيفين هم اللي يشرفوا على الانتخابات ويزوروها، وفاز بفترة رئاسة ثالثة. ولكن يحصل عليه انقلاب ويتشال من رئاسة الجابون. حقيقة يعني أنا بقول كلمة دايما، بس أتمنى يا رب دايما إن الحل يجي على إيد الشرفاء مش الأغبياء. يقول لك المشكلة والعيب بيجوا من الجيش، يعني اللي بيجيب لنا المصيبة الجيش واللي بيشيلها الجيش. ودي كارثة على فكرة، يعني حتى في السودان. يعني أفتكر سوار الذهب كانت رتبة من الجيش، كل شوية يجي رئيس يروح شايله مش كويس، يعمل له عليه انقلاب هو. بس سوار الذهب الحقيقة يتحسب لي ان هو ما مسكش القيادة في السودان. يعني كان يشيل واحد يجيب واحد، بس واحد من الجيش يطلع فاسد يروح شايل واحد جايب واحد تاني، وهكذا كله. ولكن يتضح لنا ان كل اللي بيمسكوا الجيش وجايين من الجيش في السودان فسد. وهنا شايفين الوضع في السودان وصل لايه دلوقتي، حميدتي وغير حميدتي، وبرهان وغير برهان، والافلام الهابطه دي. اي دوله بيحكمها حكم عسكري هي فاشله. عشان كده الطلب الاساسي، وبرضه ما حدش يطلع لي من تحت يقول لي اخوان، انت اخوان يا دكتور وجيه حبيبي، لا عسكر ولا اخوان ولا حد بمرجعيه دينيه اسلاميه ولا حد بمرجعيه دينيه مسيحيه يمسك الحكم. احنا عايزين دوله علمانيه
تستند على مبادئ حقوق الإنسان العالمية. المسلم والمسيحي والبهائي والشيعي والأيزيدي والملحد كأسنان المشط في هذا البلد لهم حقوق ولهم واجبات، لهم حقوق وعليهم واجبات. دولة مدنية لا عسكر ولا إخوان. أقولها تاني يا إخوانا ولا برضو لسه إخوان؟ طيب خلصنا من القصة دي وهندخل على قصص تانية جدا جدا، تانية مهمة جدا.